السلام عليكم. رجعت لكم بقصة جديدة، قصة واقعية. نبدو القصة. واسمني خديجة، أنا من الغرب الجزائري. بغيت نحكي لكم حكايتي اللي اكتشفتها على ماما طلعت مصاحبة وحدة سحارة. للأسف صاحبتها سحارة، وكانت فهمت عليها وخلاتني مسحورة. هذيك صاحبة ماما. واحد المرة كنت أنا في الدار، سمعتها تحكي مع ماما، قالت ليها بنتك فعلت وبنتك. المهم خلتها هكا كرهتني، وبدأت تعمر لها في راسها وقالت لها ما لازمش تخليها تتزوج وهكذا. وقعدت هكا تعمر لها في راسها. قالت لها واش رايك نسحروها؟ وانا نسمع مصدومه، قلت مو حال ماما دير عليها دوك تزعكها من الدار وتقول لها كيفاش راكي تقولي على بنتي هكذا. المشكل ان هذه ماما الحقيقيه ماهيش مرت بابا ولا نقولوا باه تولي تكرهني ولا. المهم هذاك النهار قعدت هكا تعمر لها في راسها، قلت صاي دوك نلعبها انا ما سمعت والو ونروح ونخليهم. المهم تفاهمت هي وياها، قالت لي انا كانش نهار نجي عندك ما تكونش في الدار، وندير لها واحد السحر ونخبرك وانت تحطيه ليها. ومع الوقت تحضر تبان عليها هذيك الامور اللي درناها ليها، كيبان عليها السحر وكاع غادي تقعد عندك وما غاديش قاعد تتزوج، وغادي تقعد باش تحضر تخدم عليك وتخدم لك الشقه تاع الدار وكاع ما تخرجش من الدار. المهم انا نسيت داك الموضوع، قلت بلي هذه ماما غي سمعت الهضره ودوك باين بلي ما ديرش عليها وماما تحبني وانا بنتها المدلله وانا بنتها الوحيده، كنت عندها غير انا وخويا. قلت باينه بلي ما ديرش عليها. المهم خرجت هذيك المراه فاتو ايامات. انا خرجت كنت نقرا في داك الوقت، خرجت نقرا كنت في الليسي نقرا. المهم فاتو ايامات واحد النهار نط حسيت بالحريق بزاف، لقيت يدي يوجعوني يحرقوني ذراعي يحرقوني. ايوه قلت بالك غير كانش حساسيه ولا حاجه هكا نورمال. عاودت من طلعت لها هكا التريكو تاعي في الذراع، لقيت روحي مخربشه. قعدت نقول ياه من جا هاد الجروح كيما هاك، جروح بزاف كبيره وكانت تحرقني بواحد الطريقه. انا قلت ضرب الاولى غير حساسيه عادي، وبعد قلت لا هذه ماهيش حساسيه، هذه تقول واحد راه مقبشني. وبعد تفكرت قلت حنا ديجا ما عندناش قط ولا كلب ولا حاجه بحال. حارت قعدت غير نشوف في داك الجروح من جاو. ومن بعد استغربت قعدت نشوف الجروح، قلت كيفاش فيا هاد الجروح ما كانش فيا من قبل. ايام بعدها حسيت حاجه تحت المخده، استغربت حسيت حاجه ماهيش مريحه، قلت راه كاينه حاجه اكيد. بغيت نتاكد، طلعت المخده واذا الصدمه شفت حاجه ما كنتش كاع متوقعتها. تحت المخده شفت كرة نتاع خيط وفيها إباري بزاف. هذيك الكرة تاع خيط كان شكلها غريب وعجيب، وكانت مخيفة لحد ما. فيها إباري بزاف وهكا فيها الشعر ملموم واحد الحالة. المهم ما تقدروش تشوفوا فيها. انا خفت. من بعد بديت تفكرت هذيك صاحبة ماما واش كانت تقول، لازم نديروا لها السحر ولازم هكا ويلا نخمو وين نديروه ليها. قلت صاي باينه بلي داروا لي السحر. ومن هذا النهار تقلبت حياتي رأسا على عقب، وليت ما نرقدش مليح، وليت نشوف كوابيس بزاف، وليت نوض شحال من مره في الرقادي نوض مخلوعه. المهم من بعد قلت ان شاء الله ربي يشفيني، وقعدت نحاول اني ندعي ونصلي صلاتي في وقتها وندعي ونحاول نرقي روحي بروحي وندير القرآن. ايا بدات الصوالح هكا. بعد هاد الشي بدات الامور تبان باللي صح السحر، والسحر واعر بزاف. من بينها انها كل ما يجي يخطبني واحد نقعد نزقي عليه ونقولها علاه جيت للدار منا، ونقعد هاك. كل ما يجي واحد يخطبني كنت دايما نقعد نكسر ونقعد هكا نعيط عليه ونقول له علاه جيت وانا ما نبغيكش، ما باغا نتزوج، شكون قال لكم نتزوج؟ مع اني
انا كنت فتاة عادية قبل هذا السحر، كنت عادي يعني واجدة للزواج، كنت يعني كبيرة وكل شيء نعرف نديره، وتقريبا انا الوحيدة في الدار. كنت عادي باغا ماذا بيا، كنت ضعيفة شوي في القراية، وكنت باغا نكون عائلة كما قاع الناس، ندير أسرتي، نجيب وليداتي. المهم تبدلت حياتي بسبب هذا السحر، وما نسمح ليهمش. مانش مأمنة لدرك باللي ما هادي اللي ولدتني هي السبب، بسبب صاحبتها السحارة. كما قلت لكم وليت اي واحد يخطبني انا كنت نرفضه، ماشي ماما، كنت انا نرفض، نقول لهم لا انا مانيش باغا نتزوج، كنت نكسر، كنت نعيط عليه. ما نعرف حياتي ما وليتش نرقد مليح، ما وليتش، ما عرفتش كاع كي ندير، ما عنديش كاع اللي يوقف معايا، ما عرفتش كاع واش ندير. بابا ميت الله يرحمه، ما عنديش لمن نشكي، ما عنديش خواتاتي اللي يسمعوا لي. ماما اللي نورمالمون تكون قريبه مني كانت هكذا، وكانت تتبع في صاحبتها. ومره بغيت نواجهها، وصح واجهتها وقلت لها بلي خطيك من ديك الصحبة، وبلي هذيك ماشي مليحة، ونتمنى ترجعي ماما، ترجعي انسانة مليحة. ضربتني، وصلت انها ضربتني وقالت لي ما تحكيش على صاحبتي. هنا عرفت باللي راها دايره ليها صاحبتها تاني السحر، سحر المحبة، باش حدا تبغيها، وباللي تعمى على الشي اللي راها ديره. حتى لو دارت ليها حوايج بزاف، دارت ليها حوايج بزاف ودمرت ليها عائلتها، وزادت ضرتني انا، وبداك الشي تشوفها بلي انسانه زينه وصاحبتها وكاع. هذه قصتي المؤلمة، راني نعاني مع السحر، ما وليتش نرقد مليح، ولات حالتي حالة ورايحة وغير نرقص في الوزن. وش نقول، نتمنى تدعوا لي بالشفاء، وان شاء الله ماما ربي يهديها وتخطيها هذه صاحبتها السحارة. ادعوا لي بالشفاء سي. هاد القصة قطعت في قلبي بزاف، بغيت نقول لكم باللي لا يفلح الساحر حيث أتى، والله ينتقم من كل ساحر وساحرة، الله ينتقم منهم يشركوا بربي. وهذه هي القصة.